إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فتقوى الله زاد الأرواح وحاديها إلى بلاد الأفراح. تقوى الله طهر النفوس وقوت القلوب، ومبلغها لرضا علام الغيوب. تقوى الله نور البصائر ودخر الضمائر، بها ترق المشاعر وتقبل الشعائر، وتنجو النفوس يوم تبلى السرائر. يقول الله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، ها هو شهر الخير قد أقبلت تزهو ونور الوجه والضاء، فما ارتأت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر حليف الجود مذ بزغت شمس وصافح زهر الروضة الماء. شهر تلألأ بالخيرات فانهزمت أمام ساحته الشماء ضراء. فيه استقالت فلول الشر من خدع، وكبلت فسرت في الناس سراء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، تلك المساجد بالتسبيح آهلة، وفيها فجر وأضواء، والصالحون ومن يكفو مآثرهم بدت على وجوههم بشرى وآلاء. ها هو شهر الخير قد أقبل، والناس فيه بين مدبر ومقبل. فيا باغي الشر أقصر، ويا باغي الخير أقبل. ها هو شهر البر قد أقبل علينا شهر الإيمان، شهر الغفران، شهر البر والإحسان، شهر فيه صفدت الشياطين ومردت الجان، وغلقت أبواب النيران، وفتحت أبواب الجنان، رحمة ومنة وعطاء من رحيم الرحمن. شهر الجود والكرم، شهر العطاء والنعم، شهر فيه تهفو القلوب إلى باريها، شهر ترتفع أكف الضراعة إلى خالقها وناشيها، شهر تلهج الألسن بالذكر لمبدعها ومبديها. شهر الخيرات، شهر الطاعات، شهر النفحات والبركات، شهر الأنفس السخيات والأيادي النديات، شهر أنزل الله فيه القرآن،
في ليلة مباركة ما رأى مثلها إنس ولا جان. جاء في سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان سفضت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تغلق فيه أبواب الجحيم وتفتح فيه أبواب السماء وتغل فيه مردة الجن، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فاتقوا الله أيها المسلمون، أحسنوا لأنفسكم فإن الله غني عنكم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اتقوا الله، أصلحوا قلوبكم، طهروا سرائركم في هذا الشهر المبارك، فليست التقوى أيها المسلمون فقط، ليست التقوى أن تمسي بطوننا ضوامر، ولا أن يشتد بنا الظمأ في الهواجر. ليست التقوى أيها المسلم أن ترتمي جيفة في النهار من طلوع الشمس إلى غروبها على الوسائل، ولا أن تسلو في الليل سلو البهم البلائل. ليست التقوى أن تطلق لنفسك العنان في مراتع الغيبة والنميمة والبهتان، ولا من التقوى أن تهجر كلام الديان، أن تهجر كلام الرحمن، أن تهجر القرآن وتطرب للغنى ومعازف الشيطان. ليست التقوى أن نقتل أوقاتنا ونضيعها في تلك المسلسلات الهابطة ولا في هاتيك الأغاني الساقطة. إنما التقوى خشية الله، إنما التقوى الخوف من الله، إنما التقوى إخلاص العمل لله، إنما التقوى آية تقرأها في جوف الليل تعليك وتنجيك، إنما التقوى درهم تنفقه من حر الشمس يوم تدنو الشمس من الرؤوس يواريك، إنما التقوى ركعة تركعها وسجدة تسجدها إلى جنة الفردوس تدنيك، إنما التقوى تمرة لصائم تطعمها بالله بالنار تفديه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه نصوص الوحيين عباد الله، من يستجيب لها؟ يستجيب لها الخيرون، يستجيب لها الطيبون، يستجيب لها الصالحون، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه الوجوه والأبصار، يزيدهم الله من فضله في ذاك اليوم المهول. فاتقوا الله أيها المسلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الحشر والدين. فاحتسبوا أعمالكم أيها المسلمون، احتسبوا أعمالكم في هذا الشهر المبارك المقبل على الله سبحانه وتعالى. صيامكم احتسبوه لله، قيامكم احتسبوه لله، سجودكم كذلك، تلاوتكم، قراءتكم، ذكركم، جودكم، كرمكم، إطعامكم، احتسبوه لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأطيلوا قيامكم جهدكم، لا تفرطوا ولا تقصروا في جنب أنفسكم، لا تقصروا ولا تفرطوا، أقيموا ليلكم وأطيلوا القيام عل الله عز وجل أن يرحمكم. وهكذا كان أسلافكم. كان طاووس بن كيسان عليه رحمة الله إذا أقبل شطر الليل الآخر وثب من فراشه وقام الليل حتى يصبح ويقول عليه رحمة الله: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وفي سنن البيهقي وموطأ الإمام مالك عليه رحمة الله عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، وكان الناس يعتمدون على العصي من طول السجود ولا ينصرفون إلا مع فروع الفجر. وعنده كذلك عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز قال: كان القراء يقرؤون بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها القارئ في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف، فانبذوا عنكم الذنوب واطرحوا المعايب والعيوب، انبذوها فإنها والله تكبلكم، انبذوها فإنهم والله عن قيام الليل تقيدكم. قام رجل فقال للحسن البصري عليه رحمة الله: إني أبيت معافى، أود أن أقوم من الليل، أعد طهوري فما بالي لا أقوم. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: قيدتك ذنوبك. ويقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله عليه رحمة الله: إنك إن لم تقم الليل وتصم النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك، كبلتك ذنوبك، فإلى الله نشكو ضعفنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه إليه، ومن أراد العباد والبلاد بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.